دقيقة من وقتك. سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يعني إذا كنت تقرأها بشكل خاطئ في صلاتك مصيبة عظيمة، قد تكون الصلاة باطلة. أتمنى تنشر هذا المقطع لجميع الناس، الحين بنقرأها مع بعض. اسمعها مني وكرر وراي وتعلم أخطائك وصححها. يلا نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. البعض يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهي الرحمن بالكسرة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. البعض يقرأ الحمد لله رب العالمين، ربي بالكسرة. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. البعض يقرأ الرحمن، خطأ، الرحمن بالكسرة. مالك يوم الدين. مالكي. البعض يقرأ مالك يوم الدين، يخليها بالسكون وهي مالكي. تعلم من البداية كلها بالكسرات. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك، حقق الهمزة. البعض يقرأ إياك نعبد وإياك. إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. والبعض يقرأ اهدنا الصراط بالسين، خطأ، هي صاد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراطة. والبعض يقرأ صراطة بالسين، خطأ، وهي بالصاد. والحين في ختام هذه السورة أغلب المسلمين يخطئون فيها. غير المغضوب. مغضوب. البعض يقرأها مغضوب بالضاد وهي بالضاد. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وليس ولا الضالين، البعض بالضاد، ولا الضالين بالضاد. لا تحس ان الموضوع صعب، عيد المقطع مرة مرتين وثلاث وأربع. يا عمي صلاتك تستاهل تكون صحيحة، لما تتقن سورة الفاتحة؟ وانشر المقطع للمنفعة واللي كان يقرأها خطأ، وتعلم الصح من هذا المقطع. بإذن الله تعالى كل مرة هذا الإنسان يقرأ سورة الفاتحة الأجر يرجع لك.